إن الفساد لا يولد فجأة، بل هو مرض قديم عاش في كسور الحكم كما عاش داخل المجتمع. وتاريخ المغرب مليء برجال أخلصوا لأنفسهم لا لوطنهم. إليكم قصة المهدي بن العربي المنبهي، الوزير الذي خان ثقة السلطان ونهب خزينة الدولة في زمن كان المغرب فيه على حافة السقوط تحت قبضة الاستعمار. برز وزير لانع اسمه المهدي المنبهي، رجل جمع بين الذكاء والطمع. كان أنيق المظهر لبق الحديد، بارعا في إقناع الملوك والدبلوماسيين، لكن وراء ذلك كانت تختبئ شهية لا تشبع من المال والنفوذ. ولد هذا الرجل سنة 1870 بدوار لاكشمت بقبيلة من أبها نواحي مدينة مراكش. عمل في بداية حياته رقاصا أي ساعيا بريديا يحمل الرسائل والوثائق المخزنية من وإلى السلطان المولى عبد العزيز، وقائدا لعدة مناطق. كان بالكاد يعرف القراءة والكتابة حسب المؤرخين، ورغم ذلك استطاع كسب ثقة وصداقة السلطان المولى عبد العزيز الذي سيعينه وزيرا للحربية، وما كان يسمى بالعلاف الكبير، لأن وزير الحربية كان يراقب ويكون مسيرا ومراقبا لعلف الخيول. وذلك من سنة 1894 إلى سنة 1908. كما نصبه سفيرا للمغرب سنة 1901 لدى ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وجعله مستشاره الأول. لقد حوله بذلك من مجرد مخزني بسيط إلى وزير وسفير ومستشار، حتى أصبح الرجل الثاني في القسم. كون صداقات مع دبلوماسيين وتجار أجانب، وتحكم في تعيين وزراء المغاربة. كلف كوزير للحرب بمهمة القضاء على ثورة بوخوارا التي فشل في مواجهتها، فاستغل ثقة السلطان وأبرم صفقات مشبوهة مع أوروبيين حول السلاح وعقود بحرية ومكافآت مالية شخصية. بنى قصورا واشترى عقارات في زمن قياسي، في الوقت الذي عاش فيه المغاربة الفقر وأضحت البلاد تنهار بسبب تراكم الديون الخارجية. تمكن من تكوين ثروة مالية هائلة، بنى قصرا بفاس عاش فيه مع زوجتيه و30 من العبيد والإيماء، ثم زاد قصرا بمراكش وآخر بطنجة وعدة أراضي، حسب ما يذكره المؤرخ جابرييل فير الذي عاش في المغرب في كتابه في صحبة السلطان المغرب بين 1901 و 1905. وبقدرة المهدي المنبهي على تكوين صداقات مع أوروبيين واشتغاله كسفير بأوروبا، تمكن من تهريب مبالغ مالية وإيدائها بالأبناط، بل وشراء عقارات بأوروبا. سنة 1907 بدأت الدائرة تضيق حول المنبهي. اكتشف السلطان المولى عبد العزيز نهب أموال خزينة الدولة، فاضطر المنبهي إلى مغادرة المغرب سرا نحو إنجلترا، ثم رجع بعد أن ضمن حماية القنصل الإنجليزي له، الذي منع أسره أو المساسة بثروته وعقاراته، ليختار العيش بطنجة إلى أن توفي بها سنة 1941. عاش المهدي المنبهي مترفا متمتعا بثرواته، لكنه عاش بعيدا عن القصر السلطاني الذي قرر تهميشه في عهد المولى عبد الحفيظ. وهنا لا يفوتني إلا أن أرشدكم خلال هذه القصة لأبرز عقاراته التي أضحت تستغل للتعريف بتراث المغرب، كقصره بمدينة فاس
بالطلعة الصغيرة. هو معلم تاريخية في الزخرفة والعمران المغربي، بناه مطلع القرن العشرين، وقد وقعت فيه معاهدة الحماية الفرنسية سنة 1912، وهو حاليا يستغل كدار للضيافة لتقديم أشهى أكلات الطبخ المغربي الفاسي. وقصره بمراكش الذي بناه ما بين 1890 و 1903 بحي المواسم العتيق، وهو حاليا معروف بمتحف مراكش يعرض فيه العديد من التحف المغربية. ثم أصله بطنجة بمنطقة سليقة بن صافي الذي ينتشر على مساحة هكتار ويضم 3 حظائر.